بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة بقى من الوصفات السهلة السريعة اللي مش بتوقفنا في المطبخ كتير زي ما تعودنا في الفيديوهات اللي قبل كده. هنعمل مع بعض شيش طاووق بأسهل طريقة، ونتيجة تحفة ومضمونة جدا. حتى لو أول مرة بتعمليه الموضوع سهل جدا، مفيش أبسط من كده. احنا طبعا بنحتاج، يفضل طبعا ان الشيش طاووق يتعمل بوراك. الوراك بتكوني يعني بتخلي طبعا الراجل اللي بتشتري من عنده الفراخ يخليلك الوراك. هي بتتباع طبعا مخلية كده زي ما انت عايزة، طبعا بأي كمية انت عايزاها حسب الأفراد اللي انت هتعملي لهم الوصفة. تمام كده. يبقى احنا كده هنجيب وراك مخلية، او لو بتقدري تخليها في البيت مفيش مشكلة. انا بشتريها جاهزة كده من عند الراجل بيقطعها لي وبيخليها لي. بقطعها قطع بقى صغيرة كده، وطبعا بغسلها كويس جدا جدا بالليمون وبالملح وبالخل. وبنقعها شوية كده في المية بكل الحاجات دي. وبحط لها كمان شوية من السكر، يعني شوية من الملح شوية من السكر، وبعصر ليمون وشوية من الخل، وبسيبها يعني ساعة في محلول النقع ده. تمام كده عشان اضمن ان هي تكون تمام، واقدر ان انا اشتغل فيها. وكمان على فكرة بتسرع السوا، يعني المحلول النقع ده بيسرع السوا. وهنا عندي بقى البهارات اللي انا هتبل بيها الشيش طاووق بتاعي. هحتاج لمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الملح، توم باودر، بصل باودر، زعتر، بهارات فراخ، ربع معلقه من الكمون، وتوم مفروم. عموما هكتب لكم البهارات، هتلاقوها مكتوبة على الشاشة. وهحتاج لبن رايب، ما كانش عندي لبن رايب كالعادة بنتصرف عادي. نص كوباية من اللبن، هحط عليها معلقة كبيرة من الخل وهسيبها شوية فهيبقى معايا لبن رايب. تمام كده. طبعا بعد ساعة بعد ما نقعت الورق بتاعتي وغسلتها كويس وصفيتها من المية كويس جدا، هنزل بقى بالبهارات اللي انا كنت مجهزاها، وهدخلها في كل حتة بقى من الورق بتاعتي اللي انا مقطعاها. طبعا بقطعها حتت صغيرة شوية عن ما بكون جايباها. ونزلت هنا باللبن بتاعي، سواء بقى لبن رايب او لبن ضايفة عليه معلقة من الخل. تمام كده. طبعا هتبلها كويس جدا، وكل قطعة احاول ان انا ادخل فيها التتبيلة كويس قوي. طيب انا هسيب الفراخ عندي متبلة او الوراك عندي متبلة قد ايه؟ يعني يفضل ان هي تتعمل من بالليل علشان تستوي معي كويس، ولو ما عنديش وقت فيعني مش اقل من ساعتين 3 في التلاجة. تمام. انا هغطيها طبعا وهشيلها في التلاجة. كنت عاملاها قبلها بيوم، بس ما فيش مشكلة ان انتي تعمليها في نفس اليوم، بس يعني تكون متبلة كويس قبلها بساعتين 3. تمام. التتبيلة دي بجد بجد ريحتها رهيبة. نيجي بقى للخضار اللي هنشويه مع الشيش طاووق. انا هحتاج بطاطس وبطاطا وطماطم. لو كبيرة ممكن نقطعها، لو صغيرة هستعملها كده عادي. وبصل وفلفل الوان ببقى مقطعة مكعبات. البطاطس والبطاطا يفضل ان انا انزلها في مية تكون سخنة او مية مغلية. اسيبها 5 دقايق او 10 دقايق بحيث ان انا اقدر اتعامل معاها زي بقية الخضار. مش هغليها على النار علشان يعني ما تتهريش معايا في الشوي. تمام كده. انا بس مجرد ان انا بطريها بحيث ان انا اقدر ادخلها في العصاية بتاعت الشيش طاووق. تمام. بهرت طبعا الخضار بتاعي بشوية من الزعتر وشوية من الفلفل الاسود وشوية من الثوم باودر. هبدأ بقى يا بنات اجيب العصيان بتاعتي الشيش طاووق، وادخل الخضار بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا عادي ان انا يعني احط البصل الفلفل يعني زي ما تحبي، يعني الترتيب او التنسيق بتاع الخضار والفراخ. دي حاجة ترجع لك طبعا، وبتظبطي طبعا قطع الفراخ على قد افراد الاسرة او على حسب لو عزومة او حاجة، فدي حاجة ترجع لك طبعا. المهم يبقى يعني العصاية بتاعت الشيش طاووق فيها من كل الخضار ومن كل الالوان، لانه بجد بيبقى شكلها تحفة جدا على السفرة. وطبعا عشان كله يدوق من كل الخضار يعني.
علشان لما تشويها بجد بجد طعم الخضار بيبقى تحفة. وبجد اضافة البطاطا من الحاجات الحلوة قوي. يعني حاجة مختلفة وحلوة، واضافة حلوة قوي مع الشيش طاووق، ولما بتتشوي بتبقى تحفة قوي. انا ظبطت كده الكمية اللي عندي، زي ما انتوا شايفين. موضوع سهل قوي. وهبدأ طبعا اجيب الجريل بتاعي وهدهنه بالزيت، او هنزل فيه بمعلقة من الزيت. وهنزل العصيان بتاعت الشيش طاووق، وهبدأ ان انا اشويها. طبعا بفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون، و يعني ممكن ان انا اسيبها او اوطي عليها شوية بحيث ان انا اضمن ان سواها. ولما بخلص الكمية برجعهم، يعني انا ممكن اشوي كمية معينة واطلعها، وبعدين احط كمية تانية. لما كل الكمية بتخلص برجعهم تاني في الجريل بتاعي، وبولع فحمة وبحطها وبحط عليها معلقة من الزيت، وبقفل الجريل عليهم بحيث ان هم ياخدوا طعم الشوي. وبجد يعني عايزه اقول لكم ان هي وصفه حلوه قوي وتحفه، وريحه الشيش طاووق بجد بيبقى قالب المكان. جربوها وهتعجبكم جدا. اعملوها بقى مع مكرونه، مع رز، زي ما تحبوا. ممكن تتعمل على فكره برضو سندوتشات. عملتها مع مكرونه وبجد كانت تحفه. ان شاء الله تعملوها كمان احسن من كده. واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، ولو استفدتم من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.